يروح لها يقول الشيخ راح لها له، قالوا في هذا يطق الباب، تنتين الظهر يطق الباب، من هذا؟ ما حد قد جاني، يقولها الشيخ السحيباني، يقول ما حد قد جاني الوقت هذا. يقول وانا اطلع، يقول له تاجر من تجار القصيم اعرفه رازقه الله. قال السلام عليكم يا شيخ، انا ابى امشي لمكه ومعي 30,000 ريال، عندك احد محتاج تعرفه تعطيه اياه؟ انا بروح لمكه وابى اتصدق بالفلوس هذه. قال الشيخ دقيقه انت مطقطقون علي. قالوا انت وش فيك؟ قال تعرف اللي داخل؟ قال لا. قال يا اخي جايني واحد داخل، جايني من الرياض، يقول رائن رؤيا انه يجيني وياخذ مني 30,000، انا يا الشيخ السحيباني وانا ما عندي 30,000. تاجر للشيخ، قال يا شيخ انا اصلا ماني برايح لمكه، انا حاطم مكه عذر يا شيخ، لكن ذليتني امد عليك الفلوس وتعز عليك نفسك ما تاخذها مني، لانك تقول هذا بيتصدق علي فجيتك يا شيخ. انا متحلم بعد يا شيخ، امتحل من يوم الجمعه اللي راح ان فيه رجال جايني يقول رح عطش الشيخ السحيباني 30,000. شوف سبحان الله العلي العظيم، كيف دعوة الشخص اللي داخل المحتاج خلت الرؤية كاملة تجي للتاجر ويفسرها، والتفسير يطلع انه يروح يعطي الشيخ هذا 30,000، والمحتاج هذا يرى رؤية انه يروح للشيخ هذا ياخذ 30,000 هذه، والشيخ يكون وسيط. قال الشيخ سبحان العلي العظيم اللي حطني وسيطا بينكم، شيء معجزة. شوف كيف غير الكون كله ربي سبحانه وتعالى عشان الشخص هذا. والشيخ إذا ياخذ فلوس ويدخل على الشخص اللي دخله ويعطيه، قال والله إن دعوتك إنها مستجابة 100%، اللي خلاك تجيني من الرياض وخلى التاجر هذا يجيني وتصادفون عندي وأعطيك الفلوس في الساعة في الدقيقة نفسها. شوف سبحان الله، لا تعتمد على المعطيات مهما كان الأمر، ادع لو أمرك مستحيل. فيه صالح ونبي وصحابي يقول لو اني اقف قدام جبل يقول وادعي بيقين ان الله يزيل الجبل هذا اني لازيله. شوف جبل، شوف من قوه اليقين فيه، يقول والله لو ادعي الله بيقين انه يزيل الجبل هذا اللي ينسفه ربي سبحانه وتعالى. عاجز ان ربي ينسف همك ودينك وامورك اللي مضايقتك، لا في ذمتي ذمه. الح على ربي بالدعاء فوقات الاستجابة، وقسم بالله العلي العظيم وأنا مقسم على الله، أقسم من واقع تجربة، إنك لتشوف أمانيك قدام عينك. وفي أمان الله.